ما لقيتش طريقة أبدأ بيها قناة عن الفن غير إني أتكلم في أول فيديو ليها عن الفن. النهاردة إحنا بنتكلم عن الفن، تاريخه ورأيي فيه وأهميته. طبعا رأيي من وجهة نظري، فلو عندك أي اعتراض اكتب في الكومنت بكل احترام، واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لو المحتوى ده بيعجبك، واكتب لي في الكومنتس أي شيء أنت عايزنا نتكلم عنه وهنتكلم عنه. الفن السابع، السينما العصب السابع للفن. تمت كده لان هي كانت اول فن يستخدم الصوره والصوت في نفس الوقت علشان يوصل الاحداث ويعبر عن اللي عايز يعبر عنه. بدايه السينما الاولى كانت مبنيه على التصوير والضوء. اكتر اتنين مساهمين في الموضوع ده هم الحسن بن الهيثم، لانه هو حط مبادئ التصوير، وليوناردو دافنشي لانه هو اللي حط مبادئ البصريات الحديثه. يعني فكره الضوء والتصوير بدات عند ابن الهيثم ودافنشي 6 تشرين او 6 اكتوبر سنه 1927. في السنه دي ظهر لنا اول فيلم ناطق في التاريخ. اسم الفيلم كان عازف الجاز. الشركه المنتجه كانت شركه وارنر براذر، وكان من بطوله شخص اسمه آل جونسون. وعن طريق جهاز معين بيسجل الصوت وبعد كده يحطه على اسطوانات دي بيعرض الصوره مع الصوت بطريقه ميكانيكيه معينه في جهاز او اختراع معين اسمه هيبرس. وده تقدر تقول البي سي اللي كانوا بيعملوا عليه المونتاج زمان، الشيء اللي كانوا بيعملوا عليه القصقصه والمونتاج والحاجات اللي زي كده. في البدايه خالص التلوين كان بالفرشاه او بالريشه، وما اقدرش اكدب عليك كان زي الزفت. مش هقول لك القديمه، كان زي الزفت، ما كانش حلو خالص. الشخص اللي عمل تلوين كويس للصوره شخص اسمه جي اي سميث، وده باختراعه الشهير سينما كولر. لحد هنا يا فنانين احنا اتكلمنا عن تاريخ السينما من وجهه نظر موثقه ومن المصادر. نيجي بقى للراي الشخصي واهميه الفن بالنسبه لي. على الاقل بالنسبه لي احنا ممكن نلخص قيمه الفن واهميته في شيئين: التعبير والابداع. الابداع من حيث التكنولوجيا والكتابه والحاجات اللي زي كده، والتعبير من حيث ان هو بيقدر يوصل الرساله اللي عايز يوصلها. لو الفن قدر يوصل الرساله اللي هو عايز يوصلها، اذا الفن ده مهم. فن يا صديقي رساله، فن يا فنان هو اكبر رساله. طب ازاي الفن رساله؟ الفن رساله. عارف الحاجات اللي انت بتشوفها ومش بتحبها هي رساله. عارف الحاجات اللي انت بتحبها وبتحب تتكلم عنها هي رساله. اعرف ان العالم اللي انت قاعد فيه مش لوحدك فيه، وفي حاجات كتير هتخالفك، وفي حاجات كتير هترضى بيها، وفي حاجات كتير هتحبها وتكره فيها اشياء والعكس. ايوه الفن رساله. اي حاجه بتتوجه لك او بتفهمها عن طريق الفيلم او المسلسل او الانمي او الكرتون اللي انت بتتفرج عليه هو رساله معينه. الشرط ان ده يكون موجود في كل شيء، مفيش قاعده معممه، لكن الرسائل دوما موجوده، سواء رسائل كويسه او رسائل سيئه. فن السينما قدر يوصل الافكار والمشاعر ويعبر عنها ويعبر عن احساس المشاهد ويعبر عن الحاجات اللي بيحبها المشاهد واللي بيشمئز منها واللي بيكرهها واللي بيخاف منها، وكل شيء الانسان جاء في باله الفن عبر عنه بطريقه او باخرى. خلينا نمسك شويه امثله. احنا هنتكلم عن شويه امثله. نبدا بفيلم انا بضع له مكانه كبيره عندي، فايت كلاب. فيلم فايت كلاب هو فيلم عظيم، محدش يقدر ينكر كده ابدا مهما الناس حاولت تخترع. ليه فايت كلاب فيلم عظيم؟ فايت كلاب واحد من انجح الافلام اللي قدرت ان هي توصل ان احنا في عالم استهلاك، ان احنا في عالم كل يوم عايزك تشتري حاجات انت مش محتاجها، ان احنا في عالم بيستخدموا فيه كل وسيله بس علشان احنا نشتري اللي هم عايزين يبيعوه. اعلانات وانترنت وحاجات كتير جدا بتخليك عايز تشتري الحاجات دي. وان لم يكن ساعتها ما كانش فيه انترنت، لكن الفيلم لو جيت تقارنه على الوضع الحالي هتلاقيه مظبوط اكتر من وقتها. دي كانت رساله فيلم فايت كلاب. بغض النظر عن الاشياء الثانيه، الفيلم فيه اخطاء، اكيد فيه اخطاء، لكن الفيلم يعتبر فيلم متكامل من الناحيه التمثيليه والرساله بتاعته. نيجي لحاجه تاني، نروح نمسك انمي هجوم العمالقه. هجوم العمالقه يعتبر اكتر انمي متكامل ممكن تشوفه، لان هو الاخطاء اللي فيه قليله جدا. في انمي اتاك اون تايتن الكاتب بتاعه قدر يخلينا نفهم فلسفات كتير جدا، زي الاضطهاد والحريه والحرب، ومين اللي بيكون متضرر من الحرب. وفهمنا ان التعميم خطيئه. لما تقول ان كل الناس ظلمتك فده غلط، لما كل الناس تظلم شعب معين او عرق معين ده غلط، وده اللي قاله انمي اتاك اون تايتن. نيجي لانمي تاني زي ديث نوت واحد من اعظم الانميات الفلسفيه ان لم يكن الاعظم. ديث نوت قدر يناقش معضله الخير والشر بطريقه خرافيه، شخصياته مكتوبه بدقه رهيبه، بغض النظر عن ان هو يجيب حلقتين ثلاثه ورخم شويه، لكن الرساله فضلت زي ما هي، والرساله فضلت عظيمه. لو مسكنا المسلسلات هي على العرش بريكنج باد،
ده بالنسبه لي وبالنسبه لموقع IMDb. هنلاقي بريكنج باد مسلسل عظيم، مسلسل بيشرح لك تاثير الفراشه، بيشرح لك ازاي ان شيء معين او شيء بسيط او شيء عادي او ايا يكن ممكن يحول الانسان. المسلسل بيتكلم عن تحول الانسان من العادي للفرعنه للقاع، ورحله كبيره مع الشخصيات اللي في المسلسل. في بدايه المسلسل حاجه كده زي ما تقول سيلفو كان بيقول له حط شويه توابل على حياتك. اللي شاف المسلسل عرف اللي والتر وايت عمله. طب نيجي لجيم اوف ثرونز. جيم اوف ثرونز واحد من اتقل المسلسلات في التاريخ. جيم اوف ثرونز مسلسل اسطوري. ليه؟ جيم اوف ثرونز مسلسل عظيم لانه ناقش الحياه السياسيه في القرون الوسطى، وراك ازاي الامور كانت بشعه وان احنا دلوقتي ما نتقارنش بيهم، وان ازاي كان في تنازلات واشياء كتير قذره بتحصل في السياسه وقتها. خلاك تشوف الحروب دي بعين المشاهد اللي عايش جوه المسلسل، خلاك تحزن وتبكي وتتفشخ بسبب الناس اللي ماتت فيه. ده غير طبعا ان مسلسل جيم اوف ثرونز هو اعظم شيء اتحط فيه جرافيك انا شفته في حياتي. وما تقوليش انا شفت 6 حلقات، ايوه انا ما شفتش شيء افضل من كده من حيث الجرافيك. طيب لو جينا للمسلسلات القصيره هنلاقي مين؟ هنلاقي تشيرنوبل المسلسل اللي قدر يعبر عن مأساة تشيرنوبل والحادثة اللي حصلت في تشيرنوبل بكل احترافية بكل ذكاء. المسلسل يا اخواننا عظيم. يا فنانين انا بقول لكم من مكاني ده تشيرنوبل مسلسل اسطوري، بل ان هو واحد من افضل 10 مسلسلات في التاريخ عموما، او من افضل الاعمال في التاريخ من حيث الرسالة اللي وصلها، من حيث التعبير عن الكارثة اللي حصلت بطريقة جريئة وقوية جدا. هتقول لي هم دول بس الاعمال؟ لا، عندك في الافلام جاد فازر وشوشانك ريدومشن، لورد اوف ذا رينجز، تشاندرز ليست، شاينينج، عندك افلام كتير اسطوريه. عندك في المسلسلات عندك ذا واير، عندك شارلوك، عندك ذا سوبرانوس، عندك مسلسلات خرافيه كتير. انميات يا اخي، هانتر اكس هانتر انا ما اتكلمتش عنه. هانتر اكس هانتر بالنسبه لي تاني افضل انمي اتعمل في التاريخ. عندك كيميتسو نو يايبا، عندك سلام دانك، عندك هاياكو، عندك ناروتو، عندك وان بيس، عندك مسلسلات كتير انمي خرافيه. وطبعا مش هننسى واحده من اكتر الاشياء اللي بقت مطلوبه في العالم في الفتره دي، وهي الابداع البصري. عندنا افلام كتير ابداعات بصريه ماشي، وكان العنصر البصري فيها اساسي في ان هي تنجح وتكون عظيمه. طب على سبيل المثال افاتار 1 و2، افنجرز اند جيم، وافنجرز انفينيتي وور. انا ما بحبش افلام مارفل قوي، بس لازم نقول الحق. طبعا فيلم عظيم بصريا زي تايتانيك ما ينفعش ما نقولوش. طبعا بليد رانر فيلم خرافي، ما فيش اقل من كده ممكن يتقال. وما تنساش ان السينما يا صديقي مش فن مثالي، ما فيش شيء مثالي عموما، ما تنخدعش بفكره المثاليه. السينما ليست فن مثالي، ولكن فن فيه الرديء وفيه العظيم. فالسينما بتعبر عننا، بتعبر عن الافكار، بتعبر عن المشاكل، بتعبر عن الحياه، بتعبر عن السياسات، بتعبر عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، وبتصنع الواقع اللي احنا عايشين فيه كمان. لكن ما تنساش ان في سينما معموله علشان تضحكك، بس عشان تضحكك من غير رساله. في سينما معموله علشان شويه اكشن وارتفاع ادرينالين والبطل بيضرب طخ بس ما فيش اكتر من كده. في برضه سينما اتعملت عشان تخليك قاعد مرعوب، ودي من السينمات الرضيئه اللي انا بحبها طبعا ماشي. بس كل سينما من دول فيهم فيلم عظيم، فيهم فيلمين، فيهم 10 افلام عظيمه. بس في الاصل في افلام معموله رديئه بس علشان تغذي ناحيه معينه جواك علشان الفلوس. زي ما قلت لك ده شيء عادي، السينما فيها ده فيها ده، وانت اللي بتحدد اللي انت عاوزه. في ناس امتهنت الموضوع، اتعلمت واشتغلت علشان تعرفك ايه السيء وايه الجيد. وافتكر ان مفيش شيء اسمه مثاليه. وبس كده احنا وصلنا لنهايه اول حلقه على القناه عندنا. فيا ريت لو عجبك الفيديو تعمل سبسكرايب، وفعل زر الجرس، تعمل لايك. لو عندك اي افكار ان ممكن نعملها في المستقبل كفيديوهات يا ريت تكتب لي في التعليقات. استنى الحلقه الجايه. وبس كده، the end of the show. سلام.